دي مثلا هنحط لها شرايح مانجا، وحياة ربنا تحفة في منتهى الجمال. بصوا الشوكولاتة فيها عاملة ازاي، بصوا الشوكولاتة فيها عاملة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي حبايبي كل مشتركين عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير وفي احسن صحة وسعادة وراحة بال يا رب. انا برحب بكل الناس الجديدة اللي شرفتني، وبشكر كل الناس اللي بتكتب لي كلمة حلوة والناس اللي بتكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم ويفرح قلبكم يا رب، زي ما بتكبروا بخاطري كده ويفرح قلبكم يا رب. انا مش قادره اوصف لكم قد ايه انتوا بتفرحوني والله بالكلام اللي بتكتبوه والدعم، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. دي قناتي يوميات ليلى بنت الريف، اللي اول مره يشوفني يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد باذن الله. يعني احنا بنقدم وصفات اقتصاديه ووصفات جميله وحياه ربنا، ووصفات هتعجبكم. بس خشوا بس في القناه كده، خدوا لكم لفه في القناه، ولو عجبتكم اشتركوا فيه. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل كيكه المعلقه، او كيكه الكسلانه اللي مش عايزه تعمل حاجه حلوه ونفسها تاكل حاجه حلوه هتعمل الكيكه دي. هي كيكه في طاجن، هي عباره عن معالق. والله العظيم كيكه اقتصاديه وكيكه في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. وصفة اقتصادية، وصفة أجمل كيكة ممكن تعمليها وأسرع كيكة ممكن تعمليها، وكيكة اقتصادية فوق ما تتخيلي. مع ملكة التوفير إن شاء الله هنعمل كل حاجة حلوة بإذن الله، يعني بمصاريف على قد إيدينا. أول حاجة هنبدأها المقادير الجافة: 3 معالق دقيق، معلقتين سكر. لو عايزة تنقصي السكر سنة عن كده نقصيه، يعني على حسب بقى ذوق. معلقتين سكر، معلقة كاكاو، المعلقه دي منها صغيره شويه، هي المفروض معلقه واحده بس. معلقه بيكنج باودر صغيره. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه. اسهل واسرع كيكه ممكن تعمليها. دي كيكه انا هسميها كيكه الكسلانه اللي مش عايزه تقوم تعمل حاجه بس نفسها تاكل حاجه حلوه، هتعمل دي. معلقتين زيت، يعني مش كبار. هي بدك من المعلقه دي كبيره، انا هخليها معلقه واحده بس لان المعلقه بتاعتي دي كبيره قوي. 5 معالق لبن، بس كده مقاديرنا خلصت. ولا بيض بقى ولا اي حاجه خالص. بصي انا عايزه قوامها يبقى كده. بصوا القوام بتاعها كده. هعمل بقى بقيه الطواجن دي. هعمل بقى بقيه المجات عشان تعرفي سهولتها وبتتعمل في ثواني. اول حاجه ال3 معالق دي اهمت. يعني هحط الدقيق في كله. انا هعمل المج ده كمان. البودر، المج ده انا هزود، يعني هخليها معلقه مليانه شويه.
معلقتين السكر، الكاكاو. لو عايزه تزودي الكاكاو شويه عن كده عادي زودي. المج ده بقى، المج ده انا مش هحط له كاكاو، انا هحط له معلقه كاستر، معلقه ونص. ده اختراعي، انا مش عارفه هو هيطلع حلو ولا لا، بس هنجرب هنشوف. الزيت بقى، هنقلب كل ده على بعضه. هنحط اللبن، هحط اللبن وارجع لكم. تخيلوا بقى المج ده انا هعمله بميه خالص عشان يبقى، بصوا كيك التوفير ده بميه خالص اهو قدامكم. بصوا بقى الكيكه بتاع المج دي، والله العظيم انا ما شفتها في اي حته، انا اخترعتها كده. انا اللي شافها في اي حته بالطريقه ديت يقول لي، انا اللي مخترعاها كده والله. اهي بالميه والكاستر، بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله جميله. يا رب تطلع حلوه بقى. ودي القوام بتاعها اهو، بصوا. يلا هحطهم في فرن بقى. كنت مولعاه بقاله شويه يعني سخن ودرجه حراره متوسطه. بصوا الكيكه عامله ازاي، بصوا 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 طالعه عن المج يعني، طلعت كمان عن المج. والله العظيم في منتهى الجمال، في منتهى الروعه، واقتصاديه جدا، وحلوه جدا، وطعمها تحفه. هنحط لها بقى لبن على الوش كده وهي لسه سخنه. بصوا بكم معلقه دقيق، بصوا عملت كم طاجن. شوفوا بقى الطاجن ده احنا لسه هنزوقه، وهنزوقه بحاجات اقتصاديه برضو من البيت. بصوا اللي في المج دي جميله قوي. انا عايزاكم تجربوا دي بقى، وحياة ربنا جميله 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 جميله. دي شويه عليها، ومفيش مقادير، يعتبر مفيش مقادير. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل فيها ايه. نحط لها اللبن الاول، بعدين هنزوقها لما تبرد. بصوا بقى احنا هنسقيها كده، كل واحده مثلا مع 3 معالق لبن، عشان تبقى طريه كده وحلوه من جوه كده وجوسي كده وحاجه عسل كده. عشان بصوا ده بقى طاجن السعاده، عشان طاجن السعاده يكمل. هسيبها تبرد بقى وهنشوف هنزوقها ازاي. تعالوا بقى اما نشوف هنزينها ازاي. بصوا دي شوكولاته كده انا عاملاها صوص شوكولاته كده خفيف. هنعمل مثلا 2. هو طبعا ده الصوص ده لما يتحط في التلاجة هيمسك شويه، انا لسه عاملاه. نحط ده كده. التزيين بقى ده على ذوقك انت وذوقك، اعملي اللي انت عايزاه. عندك كريمه ماشي، عندك مانجا، عندك اي حاجه عندك حطيه. فنني فنني في التزويق ده براحتك بقى. دي مثلا هنحط لها كده.
دي مثلا هنحط لها شرايح مانجا. فنيني زي ما انت عايزه. شويه مثلا شويه فرماسيل. التزويق ده اختاري بقى اللي انت عايزاه، قدامك الفرصه يعني كتير، اعملي اللي انت عايزاه، خدي فرصتك. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بص، كل ده 3 معالق دقيق. بص، تعالوا بقى اما نشوف قلبها من جوه. بصوا بقى، ايه الحلاوه دي. بصوا، شايفين عامله ازاي؟ ايه الحلاوه دي. بصوا، بصوا، وحياة ربنا تحفة في منتهى الجمال. بصوا بصوا الشوكولاتة فيها عاملة ازاي. بصوا الشوكولاتة فيها عاملة ازاي. مهما وصفت مهما وصفت مش هقدر اقول لكم طعمتها عاملة ازاي. جربوها والله هتعجبكم. شايفين عاملة ازاي من جوه. جميلة والله العظيم في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم. انتظروني في فيديوهات جديدة اكتر واكتر، ومع ملكة التوفير على رأي حبيبتي صاحبتي شيماء. ربنا يخليك ليا يا شيماء يا رب، وبشكرك قوي على دعمك، وربنا ما يحرمني من وجودك في حياتي يا رب. احسن هدية من ربنا.